بعد تفجير غازي عنتاب على يد أحد الأطفال المجندين من قبل داعش، أحبطت القوات الأمنية في محافظة كركوك محاولة تفجير انتحارية أخرى لطفل يبلغ من العمر 14 عاما يرتدي حزاما ناسفا قبل أن يتمكن من تفجير نفسه في كركوك شمال العراق. بهذه الصرخات أعلن هذا الطفل عن فشل المهمة التي أوكلها إليه داعش في إحدى مدن كركوك العراقية. هذه العملية المحبطة جاءت غداة عملية أخرى أقدم خلالها طفل آخر على تفجير نفسه في مدينة غازي عنتاب التركية، لتكشف عن جيل من الأطفال في العراق وسوريا تتلمذ على مناهج القتل والتفجير لداعش. هو لا يتعدى عمره 14 عاما. وجدته السلطات الأمنية في كركوك ملفوفا بحزام ناسف مستعدا لارتكاب كارثة جديدة في حي 90 بكركوك. عملياته لو نجحت لكانت من بين سلسلة من العمليات الانتحارية التي اعتمد فيها تنظيم داعش في الآونة الأخيرة على الأطفال، استراتيجية يتبعها لتقليل خسائره من المقاتلين في العراق وسوريا. روج لها داعش من خلال مقاطع مصورة خلال الأشهر الثلاثة الماضية تبين جانبا من التدريبات التي يتلقاها الأطفال فيما تسمى بمعسكرات أشبال الخلافة. وظهرت صور أكثر قساوة لأطفال ينفذون عمليات إعدام. بالأرقام تقدر أعداد الأطفال والمراهقين المقاتلين مع التنظيم بالآلاف في ولايات مختلفة في العراق وسوريا وليبيا. بدأت تظهر بصماتهم أكثر وضوحا بعد أن تمكن أحدهم من تنفيذ أكبر العمليات الانتحارية خلال حفل زفاف في غازي عنتاب بجنوب شرق تركيا وقتل ما يزيد على 50. عروب تاج الدين، الحدث.